ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر وفيديو جديد من سلسله الشادوينج. طبعا بنكمل مع بعضينا سلسله الشادوينج وازاي تتعلم انجليزي باسهل طريقه ممكنه وباسرع طريقه ممكنه من غير ما تزهق ولا تحس ان انت خلاص فقدت الشغف ومش عايز تكمل. طبعا زي ما قلت لك قبل كده ان الشادوينج ممكن يبقى من كذا حاجه. ممكن تعمل شادوينج من الافلام، من المسلسلات، من الالعاب، من ايا يكن هتعمل شادوينج. ليه انا متجه لطريقه الشادوينج؟ في كل الفيديوهات بقول لك نفس الحاجه. الشادوينج هي اكتر طريقه علمتني انجليزي بسرعه جدا ومن غير ما احس ان انا زهقان، وده بسبب ان انا بحب الجيمز واتعلمت من الجيمز، فبدات ان انا استغل الوقت اللي انا بعمل فيه الجيمز او بلعب فيه الجيمز في ان انا اتعلم انجلش. ودي طبعا السلسله اللي انا بحاول اكمل فيها واعملها للناس عشان الناس توصل لنفس المستوى بتاع الانجليزي. فطبعا دعمك للمحتوى ده هيخلينا اكمل السلسله للاخر، وطبعا اوعدك ان انت في اخر السلسله لو شفت كل الفيديوهات مستواك هيعلى بشكل ملحوظ جدا. فطبعا انت تدعمني بلايك وسبسكرايب وكومنت، ده بيخليني ان انا اكمل اكتر ونعمل فيديوهات اكتر ونشتغل اكتر على انك تتعلم ومستواك يعلى. فلو انت لسه اول مره تشوف القناه ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تتعلم منها الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. ولو انت اوريدي متابعنا من اول فيديو انا بعمله فانت اكيد عندك مجموعه من الكلمات اللي انت عرفتها من الفيديوهات اللي فاتت وطرق نطق اللي احنا كنا شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت، فانت لازم تجيب النوت بتاعتك اللي انت كنت تكتب فيها علشان نكمل في الفيديو ده. لو عندك اي سؤال ايا يكن لازم تكتبه في كومنت علشان انا برد على كل الكومنتس اللي بتيجي على السلسله دي بالتحديد. لو انت طبعا حابب ان انت تدخل اللايف ستريم اللي احنا بنعمله بتاع الجيمز هسيب لك برضو اللينك في الديسكريبشن تحت، تقدر تدخل وتعمل فولو علشان يجي لك اشعار اول ما نعمل ستريم وتبدا تدخل اللايف وتسالني لو عندك اي اسئله ايا يكن وتتكلم معايا لايف. There's probably more of them inside. You guys stay here. There is probably more of them inside. وهنا عمل connection. الفكرة كلها هنا ان هو ما قالهاش بسرعة، عملها بس connection، فانت حسيت ان هو قالها بسرعة. بس تخلي بالك من ال P وال B. Probably more of them inside. Okay, where am I to go now? I'm actually going inside. Standish could be in trouble. Can't wait. Should be able to make it up. بالعربي مش تعرف معناه ان هو يوصل لحاجة فوق، ان هو يطلع فوق ويوصل لشيء فوق. طبعا لو انت مش عارف معنى الكلمة دي حاول تكتبها عندك علشان تبقى عارف معناها عشان لو قابلتنا تاني في الجيم. طبعا make it up ممكن تستخدم make it up كcompensation. يعني مثلا لو تحط مثلا في موقف مثلا مع حد وانت عايز تقول له مثلا I'll compensate you، انت تقول مثلا I'm gonna make it up for you. وطبعا عشان تقولها in British English بتستخدم الglottality. make it up. I am gonna make it up for you. Make it up. Stay out of the light. Stay out of the light. طبعا in American صعبة جدا. Stay out of the light. يعني أنا بقولها بصعوبة in American. Stay out of the light. In British English ممكن تقولها بسهولة. Stay out of the light. Stay out of the light. Maybe. Nice and easy. Nice and easy. ده connection. Nice and easy. ما تقولش nice and easy. يعني حاجة بسيطة وسهلة وجميلة وعادية وسريعة وفي الإنجاز. Nice and easy. Let's try this again. Let's try this again. Try T مع R. T مع R ما بقتش try، بقت try. Try. T مع R. خلي بالك ال R ممكن يجي معاها T وممكن يجي معاها D. زي مثلا drive دي R مع D، أو try T مع R. فأنت لازم تقول تش، لازم الصوت ده يتقال، لازم. Attention agents in Rosevale. This is Control. What's your status? What's your status? In American هتقول status. In British status. طبعا الفرق بينهم مش كبير يعني، بس انت على حسب انت اللي تقدر تقوله ايه احسن يعني او يبقى اوضح. Take it easy. Take it tell easy. me what you want. Tell me what you want. This is a joke, right? In British English هتقول tell me what you want. What you want. In American English tell me what you want or what do you want. Whatever. طبعا what you want هيبقى اكتر في البريتش. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انت تكون استفدت حاجات جديده وتعلمت كلمات جديده وطرق نطق جديده، واي حاجه عدت عليك في الفيديو دوت اتمنى ان انت تكون كتبتها علشان لما نعمل الفيديو اللي جاي
طبعا انت هفكرك بحاجات احنا قلناها قبل كده فهتثبت عندك تماما. لو كملت الفيديو الاخر ما تنساش تكتب لي كومنت وتقول لي ان انت كملت الفيديو الاخر عشان نشوف كام حد مهتم بالسلسله ديت وبيحبها عشان نكمل معاه فيها. وطبعا لو عندك اي سؤال ايا يكن تقدر تكتب لي كومنت هنا او تقدر تعمل فولو على اللينك اللي انا سايبه لك في البايو بتاع كيك. تقدر تدخل في اللايف وتتكلم معايا لايف وتسالني اي اسئله عندك وهرد عليك. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب لو انت لسه ما عملتش، واشوفكم في فيديو جديد.